فرح ازيك يا حماد؟ انت مالك زعلانه ليه؟ وخطيبك زعلك ولا ايه؟ يا حماد ايه يا كيمو؟ مالك يا فرح دي زعلانه ليه؟ والله يا حماد انا عارف كده اختك دوخه صغيره وبتزعل من حاجات مش لها لازمه. لا يابا معلش، تعالى احكي لي ايه اللي حصل، تعالى خش. خش يا عم، اقعد يا عم، وحد الله. لا اله الا الله. ايه مزعل خطيبتك ليه؟ مش مزعلها يا حماد. امال ايه؟ انت دلوقتي يا حماد عارف ان انا راجل شغال تمام. ومرتبي الحمد لله. الله يديك ويزيدك. وشغال مكاني في الشغل مكانه كويسه وعندي بيتي. الله يزيدك. ليه هو اللي انا بقول لفرح اختك ان شاء الله يا بنتي لما نتجوز مش هتنزلي الشغل بتاعك ده تاني بعد لما نتجوز، هتتفرغي البيت. انا فهمت يا معلم، يعني انت بتقول لها بعد الجواز انت هتسيبي شغلك، انا عايزك متفرغه لبيتك ولحياتك ولدنيتك. طب ويا ابني وانا اكره؟ طب هو يعني ده انت عايز تريح، ده انت تشكر. ده اللي حصل. طب وانت زعلان ليه؟ هي ردت عليك قالت لك ايه؟ لا الرد بقى يا حماد بسال فرح اختك شوف هتقول لك من إيه؟ غير ما اسالها اكيد قالت لك احنا اولى بالمرتب، قالت لك بكره هيبقى في عيال وهنحتاج المرتب، قالت لك انا معاك وسنداك بالمرتب، هتقول لك ايه غير كده؟ والله يعني العظيم يا حماده لو قالت نفس الكلام اللي انت بتقوله ده كله كانت كبرت في نظري. لا 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 كبرت في نظرك، انت قلقتني منها. هي قالت لك ايه؟ هي شتمتك ولا ايه؟ لا وبسالها بقى انت يا حماده. اسالها انا؟ يا عم طب انا هسالها، بس بقول لك ايه، فرح لسه صغيره وانت كمان لسه صغير يا عم، الدماغ مش واحده، انتوا مش مخطوبين من زمان، واحده واحده كده بس عقبال ما بتاخدوا وتدوا على بعض وتفهموا دماغ بعض هتلاقوا الحياه بقت حلوه والدنيا بقت جميل. وعموما انا هقعد مع اختي اوعدك لو غلطانه قسما بالله انا هملص لك ودانها، ما تزعلش ولا اي حاجه يا حماده. هستاذنك انا بقى. لا ناكل لقمه مع بعض. لا هستاذن يا ابني اتغدى معايا. لا هستاذن. مش حاجه. طيب ماشي يا كيمو. سلام. سلام عسل. ما تزعلش يا كيمو، ما تزعلش، انا حجاني اقسم بالله مش بيعجبني الحال الماي زي ما هي اخته الصغيره، انا بعتبرك انت كمان اخوها الصغير. حبيبك كيمو ماشي. شرفت حبيبك كيمو. سلام عسل. والله العظيم الواد جدع ومؤدب وطيب وابن حلال، انا مستخسره اما اشوف فرح اختي اللي مش وراها غير فرح. تعالي. نعم يا حماد. تعالي يا فرح. صلي على النبي يا انا عمري ما غصبت عليك في حاجه، صح؟ وكل حاجه باخد رايك فيها الصغيره قبل الكبيره، صح؟ صح. عمري حسستك ان انا اعلى منك في حاجه، اكبر منك في حاجه؟ لا. انت اختي الصغيره، انا عمري جبرت عليكي حاجه؟ لا. عمري اجبرتك على حاجه انت مش عايزاها؟ لا. طب بالراحه كده، انت مزعله خطيبك ليه؟ هو دلوقتي حماده بيقول لي قبل انت ما تحكي لي هو حكى لي، بيقول لي يا عم حماده انت عارف انا شغلتي مرتاحه ومرتبي كويس والحمد لله عندي كل حاجتي وعندي بيتي وعندي دنيتي ومش محتاج ان فرح تشتغل. انا بقول لها بعد الجواز هتسيبي شغلك وتتفرغي ليا ولبيتك ولعيالك قدام شويه. ايوه قال لي كده. تمام؟ تمام. انا توقعت ردك بصراحه، هقول ردك اللي انا توقعته وانت تقولي لي اه ولا لا. انت قلت له احنا اولى بالمرتب بدل ما يروح؟ لا. طب انت قلت له دلوقتي الدنيا انت شايفها سهله، بكره هيبقى في عيال فخليني شغاله عشان القرش اللي انا هاخده هيسند في تربيه العيال؟ لا. طب انت قلت له ليه تسيبني الشغل ما نبقى سند وظهر في بعض وقرش منك على قرش مني الدنيا تمشي؟ لا. بص اصل انا غلبت، انا مش لاقي رد تالت. طب ايه الرد اللي انت رديتيه؟ انا قلت له افرض اتجوزنا واتطلقت كون خسرت شغلتي وخسرت حياتي. يعني انت الراجل بيسالك بيقول لك سيبي شغلك، قلت له مش هسيبه، ويقوم لما يسالك ليه تقولي له افرض اتطلقت. ايوه يا حماده انا ده رد مقنع واخسر حياتي. طب ده رد مقنع؟ هو رد مقنع؟ يعني انت الراجل لسه بيكلمك بيقول لك سيبي شغلك تقولي لا عشان لو اتطلقت يبقى انا معايا مصاريف اصرف؟ يعني انت لسه داخله العلاقه وبتفكري في الطلاق؟ يعني انت مجهزه نفسك للطلاق من قبل ما تتجوزي اصلا؟ طب ما هي كده باينه اهي. بص هقول لك حاجه، من حقك تتمسكي بشغلك بس في اسلوب في الرد. لما يبقى خطيبك قاعد معاك ويقول لك انا مش عايزك تشتغلي وتقولي له هشتغل ويسالك انت هتكملي ليه، قولي له عشان ابقى في ظهرك، الملف السعد. قولوا له عشان بكره هيبقى في عيال وهنحتاج الفلوس، الملف السعد. قولوا له الحياه قدام ما نعرفش الدنيا فيها ايه، مرتبي جنب مرتبك يسند، الملف السعد. لكن بالله عليك ما تبقيش بني ادمك كده تعرش على زريبه ودماغك دماغ كتكوت. لما يجي خطيبك يقول لك سيبي شغلك ما تقوليش لا مش هسيبه. طب افرض انا اتطلقت، لو قلت كده هتتطلقي، ابشرك بنهايه سعيده قسما بالله. لو حطيت الطلاق في دماغك من قبل الجواز لا هتتطلقي. اتجي اللي عز نفسك عشان ربنا يعزك. لما تقعدي مع خطيبك ويطلب منك تسيبي شغلك في اسباب تانية تقنعيه بيها غير افرض اتطلقت اعيش منين يا بنت الناس. لما تحط في دماغك الطلاق من قبل ما تتجوزي مبروك عليك الطلاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.